أعزائي المشاهدين ومتابعين قناة أحمد الحسن سلام الله عليه، إن هناك وفي هذه الحياة العصاة من الجن والإنس، وهناك حقيقة لا تعلمونها سوف نوضحها لكم اليوم. نعم، إن هناك من الطيور من عصى من عصى. العصفور كان بحجم النعامة، نعم، لكنه عصى الله وكان اسمه فور. ماذا؟ اسمه فور، فعصى الله. فقالت الطيور عصى، فقالوا من؟ قالت الطيور فور، فعصى فور عصى فور عصى فور، ومع عوامل التعبير أصبح اسمه عصفور. نعم، لماذا؟ لأنه عصى الله ولم يؤمن بالولاية، ولم يؤمن بالولاية. وكما أن السيستاني لم يكن اسمه سيستاني، لكن كان اسمه ماذا؟ سوسته. ماذا اسمه؟ سوسته. فسألته أحد الصغار فقالت له ما اسمك؟ فقال سوسته. فقالت له أي الصغيرة؟ تاني، أي أعدها مرة ثانية. فقال سوسته سوسته. فقالت له تاني، فقال سوسته. فسمعه الحضور فقالوا إنه السيستاني السيستاني السيستاني. وأيضا الحيوان الذي اسمه الخنزير كان اسمه زير، كان اسمه زير، لكنه وخزته إبرة فأصبح اسمه خنزير. ولا فرق بين الخنزير والسيستاني. نعم، ولا فرق بين الخنزير والسيستاني. ناخذ اتصال. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ بخير ولله الحمد. أحبك يا شيخ. وهذا واجب عليكم يا شيخ. أنا متزوج 9 نسوان يا شيخ، ما حكم هاي الزوايا؟ هذه باطلة حتى تكمل العاشرة. نعم، هذه باطلة. شكرا يا شيخ، شكرا. أهلا بك. هذه باطلة حتى تكمل العاشرة. أعزائي المشاهدين، إننا في هذه اللحظات نريد أن نودعكم إلى لقاءات أخرى بإذن الله تعالى وقناة أحمد المهدي. سلام الله عليك. أخاف النعوفة. شكرا مهدي، شكرا.